قبل ما نستقبل الصديق العزيز والإعلامي الجميل الأستاذ علاء إسماعيل، معانا تليفون مهم جدا، وتليفون اسم أعتقد أن كل المصريين بتعشق هذا الاسم. دكتور عمرو عبد الحكيم عامر. دكتور مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ اهلا. ازيك يا مصطفى؟ ازيك الله يا يسلمك. محمد؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتور عمرو، قول لي يعني بعد اللي شفته واللي سمعته ده تحب تقول ايه؟ بص، احب اقول ان الاعلام ضيع البلد. ايوه. ومفيش اعلامي، يعني مش عايز اقولها بالبلدي كده، كان عنده الجرأة الكافية انه يفرق بين المتظاهر والبلطجي. ومفيش حد قال ان اللي بيهاجم اسم، ان اللي بيهاجم وزارة الداخلية ده بلطجي. واصبح المتظاهر والثورجي بلطجي. وخلاص، واتعودنا على كده. واصبح ان الشتيمة نقد، واصبح رفع الجزم حرية. الاعلام دمر البلد للاسف. وبايد مصريه. واللي بيحصل دلوقتي انا يعني ده اسقاط دوله وهجوم على وزاره الداخليه. طب لو نجحوا يبقى خلاص، يبقى مفيش، ما عندناش داخليه، البلد يبقى فيها سرقه ونهب وكل حاجه، كل اللي انت عايز تقوله قوله بقى. طب هم طالعين زعلانين ليه على الناس اللي بتتعور قدام وزاره الداخليه؟ ما انا عايز حد يفهمني عشان انا مش فاهم. ايه المطلوب من وزاره الداخليه؟ لا، هنا دكتور، حقوق الانسان ممنوع العنف. يعني هم يعني ولعوا البلد وبيقول لك ممنوع العنف. يا بيه ممنوع عنف ايه؟ ده اللي نزل تحت الرصيف في وول ستريت اتضرب لما اتطحن. وفي امريكا. في امريكا. وفي انجلترا. مفيش حاجه اسمها حقوق الانسان دلوقتي. بالظبط. انت بتهاجم اسم، انت بيت بلطجي. خلصنا. بتهاجم شرطه، بيت بلطجي. مفيش قناه النهارده تقدر تقول دول بلطجيه. مفيش قناه واحده تقول كده. لا للاسف يا دكتور مفيش. يعني هل المتظاهر الثورجي مش بيخاف على بلده؟ عمره ما يحرق. بالظبط. ولا يدمر ولا يوقع ولا يسقط يعني داخليه تسقط. خلاص، ما احنا رجعنا تاني لنقطه صفر. واللي كان لسه راجع في الشارع قالت لي كان شعبيه. يعني هنرجع يعني انتوا عايزين ايه المطلوب؟ انا مش عايزين ايه؟ قولوا لنا. طب الداخليه تعمل ايه؟ ناس بتهاجمها يعملوا ايه؟ يطبطبوا عليهم ويقول لهم اتفضلوا نشربكم شاي وقهوه يا دكتور. يا بيه ده احنا وصلنا مرحله ان لما بيرموا القنابل المثيره للدموع بقوا داخليه مجرمه. بالظبط. طب يعملوا ايه؟ يرموا ايه؟ طب يدافعوا عن الوزاره ازاي؟ انا عايز اعرف حد كده يطلع خبير استراتيجي ويقول لنا ان بره لما حد بيهاجم الكونجرس ولا وزاره الدفاع بيعملوا فيه ايه؟ ما هو يعني انا مش فاهم، الموازين اختلت ولا بقى فيه؟ انا مش عارف. عندك التحرير الظهري يا عم سلميا، نقول اللي انت عايزه. بالظبط. هتعتدي على املاك دوله، ما بقتش متظاهر، بقيت بلطجي. ومش هينفع كده. الاقسام كلها بتتهاجم في نفس الوقت. السويس بيتهاجم، والمرج اتهاجم، ومديريه امن اسكندريه، ووزاره الداخليه، والظباط بقوا قمه في الضعف، مش عارفين يعملوا حاجه. ما هو لو ضرب هيتسجن، ما ضربش يبقى مش ده اللي احنا قلناه يا دكتور، ده قلنا احنا لو قلناه لازم ياخدوا صلاحيه مطلقه ضد البلطجيه ويطبقوا القانون، مش يضرب واحد ولا واحد يتعدى على الاسم ولا يجيب مدفع ويخش على الاسم يموتوه يقول له تعالى اتحبس انت موتت واحد. طب النار الحي، يعني انا عايز اعرف رصاص الحي مثلا يستخدم امتى؟ مش عارف. يعني انا اذا كان واحد داخل اسم وبيعتدي على اسم وهيطلع مجرمين وهيطلع سلاح، وانا مش عارف هتعامل معاه بالمثيره للدموع. طب يا سيدي ابدوا يتحايلوا على المثيره للدموع، العدد زياده عليا. هعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يموتوا بقى جوه، يقعدوا بقى جوه الاقسام يستنوا الموت. في ضباط وعساكر ماتوا كتير كده يا دكتور. 138 عسكري 130 ضابط وعسكري، 138 ضابط وعسكري مصابين، وفي ضابط قتل وضابط مات ملازم. وبعدين كسروا الحواجز اللي قدام وزاره الداخليه وبيضربوا بيها العساكر. يا دكتور عمرو. ايوه يا فندم. انا عندي سؤال مهم جدا. اتفضل. من وجهة نظرك ما هو الحل الامثل؟ الحل الامثل ان المجلس اللي احنا انتخبناه الشعب يدي سلطه قويه للشرطه لردع اي حد يحاول يقتحم اي مبنى، سواء داخليه او اقسام شرطه او اي منشاه. كل الحق. اي منشاه حكوميه بالظبط. له كل الحق يعمل اللي هو عايزه. ولو حد محترم في النص خلاص انت اللي جبته لنفسك، ما حدش طلب منك. انت وسط بلطجيه واقف، يبقى انت متحمل بالزبط. النتيجه. بالظبط. وبعدين انا ملاحظ حاجه غريبه، ان البلطجيه لما بيبقوا موجودين المحترمين بيخشوا معاهم. طب ليه؟ يعني انا محترم ولقيت بلطجيه مش المفروض امشي؟ ايه اللي بيخلي الناس محترمه معاهم او ثوار معاهم؟
او فلول ثوار معاهم عشان بس الادق يعني. ما تمشوا وتسيبوا الشرطه تتعامل براحتها. بالظبط. انتوا بتزنقوا الشرطه عشان واحد مدني ينوح في النص، او الشرطه ما تعرفش تتعامل بكل كفاءتها. هو في ايه؟ ما تقولوا يا ثوار يا محترمين احنا بنتبرأ من اللي موجودين هناك، اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه، دول بلطجيه. ما حد يطلع يقول كده. لو التراس اهلاوي طلع قال ان احنا ما فيش حد مننا خالص حوالين وزاره الدفاع، ودول بلطجيه، دول مش تبعنا. و6 ابريل وكفايه خلاص. يطلع في تحذير بقى، يطلع تحذير اللي هيقرب احنا في حظر تجول في هذه المنطقه. بالظبط انا معاك يا دكتور، انا معاك. في فوضى، انا مش معاك. هنخلص طول الشرطه دي مرتعشه، عمر ما هيبقى في بلد. معاك يا دكتور عمرو، وانا سعيد جدا وان شاء الله تبقى معانا، وخاصه انك انت مختفي تماما عن الاعلام يا دكتور، فان شاء الله احنا اللي زينا بيختفي. لا يا دكتور هو لازم اطلع اقول ثوره حتى الموت ونوقع الجيش بالظبط، نوقع البلد عشان تبقى ثورجي. بعد كده نبني عشان ابقى ثورجي. عشان تبقى ثورجي. اوقع بلد يبقى ثورجي. او تطلع تسخن الدنيا وتقبض. لكن انا امثالي غير مرغوب فيهم في الاعلام وما لهمش عيش في الاعلام، وانا مش لا يا دكتور انت تشرفنا اي وقت ناس بحجم دكتور عمرو عبد الحكيم عامر